السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلاب الصف الأول إعدادي عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. هنشرح مع بعض الدرس الرابع النهاردة. الدرس الرابع بيتكلم عن الجذور التربيعية. يعني إيه جذور تربيعية؟ مبدئيا لازم نعرف إيه هو العدد المربع الكامل. العدد المربع الكامل اللي هو رقم اتضرب في نفسه الدهوني، زي الأربعة. الأربعة دي عبارة عن كام في كام؟ عبارة عن 2 في 2. الاتنين هي الاتنين. التسعة مثلا عبارة عن 3 في 3. فالتلاتة هي التلاتة، فده اسمه مربع كامل. فإذا الأربعة أقدر أقول عليها إنها مربع كامل، وكذلك التسعة أقدر أقول عليها إنها مربع كامل. ال25 مثلا عبارة عن 5 في 5. فالجذور التربيعية بتبقى عبارة عن إيه؟ بتبقى عبارة عن رقم من الرقمين دول. يعني لما أجي أقول جذر الأربعة، دي كده جذر الأربعة هيكون بيساوي واحدة من الاتنين اللي عندي، يبقى جذر الأربعة باتنين. كذلك الأمر هنا جذر التسعة، يعني واحدة من الاتنين اللي عندي هتكون 3. لما اجي اقول جذر ال25 واحدة من الاتنين اللي عندي فهتكون ب5. بعض خواص الجذور التربيعية. فأول خاصية عندي إن جذر أي حاجة لازم يطلع بجذرين، واحد موجب والتاني سالب. يعني لما اجي اقول مثلا جذر ال16 انت هتقول لي 4 لأن 4 في 4. جذر ال16 الحقيقي المفروض تكون موجب 4 وسالب 4، يبقى جذر أي حاجة لازم يطلع بموجب وسالب. لما اجي اقول لك جذر ال25 اللي احنا لسه كاتبينها، هي جذر ال25 انت لسه كاتبها ورا يا مستر بخمس؟ لا، هي المفروض تكون موجب وسالب 5. تاني خاصية عندي يا شباب، تاني خاصية ان مفيش جذر سالب. يعني ما ينفعش اقول جذر سالب 16، دي كده غير معرفة، هتاخدوها في اولى ثانوي بقى، دي اسمها اعداد تخيلية. فجذر السالب 16 غير معرفة، انا مش عارفها. لكن ينفع اقول سالب جذر 16، يعني حكمت عليا ان الناتج لازم يطلع سالب، فالسالب ينزل زي ما هو، وجذر ال 16 4. فالسالب القيمة تطلع سالبة لو السالب خارج الجذر، لكن جوه الجذر زي هنا كده لا، ما ينفعش يا شباب. هنبتدي بأول مثال معايا. أول مثال معايا بيقول جذر ال36. طبعا ال36 دي عبارة عن 6 في 6، فجذرها هتكون 6 بس هتكون موجب وسالب. رقم 2 بيقول سالب جذر 16 على 25، فهو هنا عايز الناتج يبقى سالب، يبقى سالب. طبعا ال 16 جذرها 4 وال 25 جذرها 5، فالناتج هيكون سالب 4 على 5. رقم 3 بيقول موجب أو سالب جذر 25 من 100، يعني عايز موجب أو سالب جذر 25 على 100. ما هي 25 من 100 اللي هي 25 على 100، يبقى الناتج هيطلع معايا موجب وسالب جذر ال25 5 على جذر ال100 10، فالناتج هيكون موجب وسالب نص. الناتج هيكون موجب أو سالب 5 على 10 اللي هي بنص يا شباب. رقم 4 بيقول الجذران التربيعيان للعدد 49 هما. طبعا جذر ال49 عبارة عن 7 بالموجب وسالب 7. رقم 5 بيقول لي الجذر التربيعي الموجب للعدد 9 على 64. طبعا جذر التسعة 3 على جذر ال64 8، وانت هنا عايز الموجب يبقى الناتج هيكون 3 على 8. 6 بيقول لي الجذر التربيعي السالب للعدد 36، فجذر 36 6، فانت عايزها بالسالب يبقى سالب 6. رقم 7 عندي بيقول جذر الكام بيساوي 4. طبعا جذر كام بيساوي 4، يعني انا هعمل 4 أس 2، ف 4 أس 2 هتكون 16. رقم 8 بيقول الجذر التربيعي للموجب للعدد، الجذر التربيعي الموجب للعدد كام هو نص. يعني في رقم احنا خدنا له الجذر طلع بنص، يبقى انا بالتالي هعمل نص أس 2. هعمل نص أس 2 اللي هي بتطلع بواحد على الأربعة، فهنا هتكون 1 على الأربعة. نفس الحكاية في رقم 9. رقم 9 بيقول الجذر التربيعي السالب للعدد هو سالب 2 على 3. يعني في رقم خدنا له جذر طلع بسالب 2 على 3، يبقى أنا إذا هعمل سالب 2 على 3 سالب 2 على 3 الكل أس 2، فليه هتطلع بكام؟ هتطلع ب4 على 9. مثال 2 بيقول أوجد كل مما يأتي في أبسط صورة. رقم واحد عندي بيقول موجب وسالب جذر 2 و7 على 9 اللي هي بتساوي. طبعا هضرب الاتنين في التسعة، وبعد كده هجمع اللي يطلع اروح جامعه على 7، اللي هي كنا بنعملها في سنة رابعة ابتدائي
اللي هي ايده في رجله زائد راسه، فدي هتبقى موجب وسالب جذر 2 في 9 ب18 زائد 7 يبقى 25 على التسعة، فبالتالي الناتج هيطلع معايا موجب وسالب 5 على التلاتة. 5 على التلاتة. رقم اتنين بيقول لي جذر سالب 2 على السبعة الكل أس 2، فده هيكون بيساوي، طبعا الجذر هيروح مع الأس فهيديني القيمة المطلقة لسالب 2 على السبعة، فالقيمة المطلقة لسالب 2 على السبعة هي 2 على السبعة لأن السالب مات. رقم 3 عندي بيقول جذر 16 زائد 9، فمش عايز حد يقول لي إن دي هتطلع بجذر 16 زائد جذر 9. الجذر ما بيتجزأش يا شباب في الجمع والطرح، يتجزأ فقط في الضرب والقسم، وده اللي هنتعلمه. لكن جذر 16 زائد 9 ما تطلعش ابدا بجذر 16 زائد جذر 9، ده غلط. طب ايه الصح؟ الصح يا مستر ان انا احل اللي تحت الجذر، هيكون جذر 16 زائد 9 اللي هي جذر 25، 16 زائد 9 ب 25، فجذر 25 كام يا شباب؟ جذر 25 5. رقم 4 عندي بيقول جذر الأربعة في 25. طيب يا مستر انا هنا ممكن اجزأ الجذر؟ هنا ممكن تجزأ الجذر، لان دي هتطلع بجذر 4 في جذر 25 اللي هي هتساوي جذر الأربعة 2 في جذر 25 5، فاتنين في 5 هتكون ب10. طب يا مستر لو حليتها وهي تحت الجذر؟ عادي جدا، يبقى جذر الأربعة في 25 أضرب الأربعة في 25 تديني جذر المية، فجذر المية كام يا شباب؟ 10. لو حليتها إن أنت جزأت الجذر بالضرب، أو حليتها إن أنت حليت اللي تحت الجذر زي ما احنا لسه عاملين دلوقتي، هتديك نفس الناتج، لكن في الجمع والطرح ما ينفعش. رقم 5 عندي بيقول جذر 9 إكس أس 4 على 100 واي أس 20 أس 20. فهقول له أعمل جذر التسعة، جذر التسعة ب3، جذر الإكس أس 4، طبعا الإكس عليها أس، والجذر بيعمل إيه في الأس؟ بيجيب نصه على طول، فدي هتكون إكس أس 2 على جذر المية 10 واي أس 20 هتكون واي أس 10. رقم 6 عندي بتقول جذر ال36 A أس 6 على ال49، جذر ال36 A أس 6 على ال49 هتساوي، يلا جذر ال36 كام يا شباب؟ 6. جذر ال A أس 6 الأس بتاعي زوجي، فلما أجي أعمل جذر الأس الزوجي فلازم تطلع بقيمة مطلقة A أس 3 وأحطها جوه قيمة مطلقة على 49 اللي هي بكام يا شباب؟ جذرها ب7، فده الناتج النهائي. آخر فكرة معايا من أفكار الدرس وهي أوجد قيمة إكس في كل ما يأتي، عبارة عن حل معادلات. رقم 1 بيقول جذر الإكس زائد الاتنين بتساوي 4، فطبعا هطلع الاتنين برا بعكس الإشارة بقت -2، فهنا هينزل معايا جذر إكس هتساوي 4 ناقص 2 2. طبعا الإكس فوقيها جذر والجذر بيروح أس، يبقى ساعتها الإكس هتساوي 2 أس 2 هتساوي 4. رقم 2 بيقول 18 إكس أس 2 ناقص الأربعة بتساوي 46. هودي السالب 4 بره بعكس الإشارة، يبقى كده 18 إكس أس 2 بتساوي سالب 4، لما راحت الناحية التانية راحت بموجب 4، راحت بموجب 4، يبقى 4 زائد 46 هتكون ب50. هقسم هنا على 18، هقسم هنا على 18، يبقى ال18 هتروح مع ال18 هيتبقى معايا إكس أس 2 بتساوي 50 على 18 اللي هي 25 على ال9. فالأس يا شباب بيروح ايه؟ الأس بيروح جذر، يبقى كده الإكس هتساوي جذر ال25 على ال9 اللي هي هتساوي موجب وسالب 5 على ال3. رقم 3 عندي بتقول يا شباب إكس ناقص 3 الكل أس 2 الكل أس 2 بتساوي 16.
طبعا انا مش هعرف اعمل حاجه بسبب القوس عليه اس، فالاس بيروح يا شباب، الاس بيروح جذر. يبقى كده اكس ناقص 3 الاس عليها اتشال هتساوي جذر ال 16 اللي هي هتساوي موجب وسالب 4. يبقى كده عندي حالتين. الحالة الأولى إن إكس ناقص 3 هتساوي 4، والحالة التانية إن إكس ناقص 3 هتساوي سالب 4. يبقى كده هنا الإكس هتساوي، طبعا هودي السالب 3 بعكس الإشارة، فهتكون بتساوي موجب 3 زائد 4 يديني 7. وهنا الإكس هتكون بتساوي دي سالب 4 أجمع عليها 3 لأن ده راح موجب، يبقى سالب 4 زائد 3 يديني سالب 1. فالإكس هتطلع ب7 والإكس هتطلع بسالب 1.